اليوم غادي ناخدكم في جولة حصرية من فوق ورش ملعب البريد في الرباط باش نشوفوا فين وصلت الأشغال بالتدقيق وشنو آخر التطورات في التسقيف، المدرجات والأرضية ديال الملعب. من خلال هاد الصور الجوية الملتقطة في الليل كيبان بوضوح أن الأشغال في ملعب البريد واصلين لمرحلة جد متقدمة، ولكن باقي شحال من تفصيل خاصو يكتمل قبل ما يكون الملعب جاهز 100%. الأرضية وسط الميدان مازال ما تزربش بالعجب، وكامل المساحة الوسطية باينة فيها التراب والحصى مع تواجد آليات الحفر والشاحنات الصغيرة وكراكات موزعة على طول الملعب. كاينين حتى بعض الأكوام ديال مواد البناء والحديد وسط الساحة. هادشي كيبين أن العمل في الأرضية مازال في المرحلة ديال التحضير قبل وضع طبقات العشب الطبيعي. التسقيف، الإطار الحديدي للسقف واصل تقريبا يلف كامل جوانب الملعب، وهذا الإطار فيه شبكة ديال العوارض البيضاء المركبة بإتقان. لكن بالنسبة للألواح المعدنية ديال التغطية فهي باينة غير في جزء معين، تقريبا في الجهة الشرقية من الملعب، وين كيبان أن العملية بداو يفرشوا الألواح وحدة بوحدة، وبعضها مركب وبعضها مازال في الأرض كيتوجد للتركيب. حتى كتلاحظوا وجود رزمة كبيرة ديال الألواح محطوطة وسط الميدان، غالبا باش يطلعوها فوق الهيكل في الخطوات الجاية. المدرجات فيها كراسة زرقاء مثبتة في عدد كبير من المقاطع، خصوصا في الجهة المقابلة للكاميرا، ولكن باقي كاينين فراغات بلا كراسي. هادشي كيبين انهم مازالين في مرحلة تركيب المقاعد تدريجيا. كاين حتى بعض المدرجات اللي باينة رمادية بلا اي كسوة وهي باقي محتاجة تكميلة. الإنارة، بعض الأضواء في الهيكل والممرات الجانبية شاعلين، هادشي كيعطي إشارة أنهم كيستعملوا الإنارة ديال الورش باش يخدموا حتى مع حلول الظلام، ما كيتوقفوش غير مع الغروب. الأشغال المحيطة خارج الملعب على مستوى الشوارع والمباني القريبة بين أن المنطقة نشيطة بالبناء، وكاينة أوراش موازية حتى في الزوايا كتشوف رافعات كبيرة وخلطات الإسمنت، يعني الإصلاحات ماشي غير في الملعب ولكن حتى في الفضاء الخارجي اللي غادي يحتضن الجماهير في المستقبل. الأشغال في ملعب البريد واصلة لمستوى متقدم جدا، الهيكل ديال التسقيف تقريبا كامل، الألواح الفوقانية بداو في التركيب، الكراسة الزرقاء بدات كتغطي أجزاء من المدرجات، والأرضية كيتوجد باش يستقبل العشب الطبيعي. كل هاد التفاصيل كتعطي إحساس أن المشروع كيجري بوتيرة سريعة، ولكن باقي خاص لمسات أخيرة باش يوصل الملعب لأعلى مستوى ويكون جاهز للمواعيد الرياضية الكبرى بحال كاس إفريقيا 2025 وكاس العالم 2030. كان هذا تقرير أنوار ستاد من قلب الرباط، وبالضبط من ورش ملعب البريد اللي كيتحول قدام عينينا من مجرد أوراش مفتوحة إلى تحفة معمارية غادي تفتخر بها العاصمة وكل المغاربة. التطوير كيمشي بخطى ثابتة، وكل يوم كيتزاد حجر فوق حجر باش نوصلوا للصورة النهائية. تابعونا في الحلقات الجاية لأن غادي نواكبوا معكم هاد الأشغال خطوة بخطوة حتى نشوفوا الملعب واقف شامخ وجاهز باش يحتضن كبار المنتخبات وأقوى المباريات. مع أنوار ستاد غادي تبقاو ديما في قلب الحدث.